بص حواليك كده، هتلاقي ناس كتير شكلها تمام، لابسين حلو، ماسكين موبايلات غالية، بيضحكوا في الصور، بس من جواهم مخنوقين. ومش خنقة بسيطة، خنقة لازقة في الصدر طول الوقت. السؤال بقى، ليه؟ ليه بقينا مكتئبين أكتر من زمان مع إن حياتنا أسهل بكتير؟ زمان كان التعب واضح، تعب شغل، تعب جسم، تعب يوم طويل، كنت ترجع بيتك تاكل تنام وتصحى تاني يوم. دلوقتي إحنا مش بنتعب في جسمنا قد ما بنتعب في دماغنا. دماغنا شغالة 24 ساعة، مقارنة، تفكير، قلق، إحساس إنك متأخر، إحساس إنك لازم تعمل أكتر، تبقى أحسن، تجيب أكتر، تنجح أسرع. زمان كنت عارف إنت عايز إيه، بيت، شغل، أسرة، وخلاص. دلوقتي كل يوم حد بيوريك حياة أحسن من حياتك. واحد سافر، واحد فتح مشروع، واحدة بقت مشهورة، حد دخله أعلى، حد حياته شكلها مثالي. تقفل الموبايل، تبص على نفسك، تحس إنك قليل، مع إنك يمكن ماشي كويس جدا. إحنا بقينا عايشين طول الوقت تحت ضغط إننا مش كفاية، مش كفاية ناجح، مش كفاية جميلة، مش كفاية اجتماعي، مش كفاية غني. حتى الراحة بقت إحساس بالذنب. أول ما تهدى شوية تحس إنك بتضيع وقت وإن في حد تاني بيجري قدامك. والمشكلة الأكبر إننا بقينا لوحدنا أكتر من زمان، رغم إن حوالينا ناس أكتر. زمان كان في قعدة حقيقية، كلام حقيقي، شكوى حقيقية. دلوقتي كل حاجة ستوري تختفي بعد 24 ساعة. محدش بقى بيحكي بجد ومحدش بيسمع بجد، كله بيعرض أحسن نسخة منه ومستخبي وراها. إحنا مش مكتئبين عشان حياتنا وحشة، إحنا مكتئبين عشان مش عارفين نعيش اللحظة اللي إحنا فيها. عايزين نبقى في حتة تانية، بشكل تاني، في وقت تاني. طول الوقت حاسين إن في حاجة ناقصة، حتى لو مش عارفين هي إيه. يمكن المشكلة مش إن الدنيا بقت أسوأ، يمكن المشكلة إن دماغنا بقت ما بترتاحش، مفيش سكون، مفيش لحظة تبقى فيها سايب نفسك من غير ما تحاسبها. والأخطر إننا بقينا فاكرين إن ده الطبيعي، إن الخنقة دي جزء من الحياة، وإن النوم المتقطع طبيعي، وإن القلق المستمر طبيعي. بقينا متعودين على وجع خفيف دايم لدرجة إننا نسينا شكل الراحة. يمكن إحنا مش محتاجين حياة أحسن، يمكن إحنا محتاجين دماغ أهدى.